السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم 12 مواطن مغربي خوتنا عانقوا الحرية ديالهم بعد أشهر من العذاب في جحيم ميانمار. إذا 12 مواطن مغربي غادي يعانقوا الحرية اليوم الجمعة 5 يوليوز 2024 بعد ما كانوا عبارة عن رهائن في قبضة متمردين قاموا باختطافهم طمعا في الحصول على فديات في ميانمار على الحدود مع تايلاند، وفيما يقدر العدد ديال المغاربة المحتجزين لدى المتمردين في ميانمار ب 21 مواطن. فالتحركات ديال السفارة المغربية مشكورة في بانكوك أثمرت لتستجيب سلطات تايلاند وتبعث قوات من الجيش استطاعت أنها تحرر 12 منهم وفق ما أفادت به صحيفة ديستار التايلاندية. وكانت منظمة إجرامية، يعني التفاصيل ديال هذه القضية كيفاش اللي يعني كانت أشهر هذه هو أنه واحد المنظمة إرهابية إجرامية ولا مافيا بهذا المعنى هذا كتنشط بالضبط في الحدود ما بين ميانمار وتايلاند، قامت باختطاف مواطنين مغاربة فضلا عن بعض يعني الأشخاص الآخرين، وقامت بتسخيرهم للعمل في مراكز خاصة بالجرائم السيبرانية بعدما أوهمتهم بعقود عمل كتتعلق بالتجارة الإلكترونية قبل أن تطلب مبالغ محددة في 100 ألف درهم 10 ديال المليون سنتيم من أجل الإفراج عن كل رهينة. هاد الناس اشنو وقع لهم؟ تختطفوا من بعد ما طاحوا في كمين ديال يعني عقود عمل كتتعلق ما بات يعرف الآن بالتجارة الإلكترونية. لقاو راسهم ولا لقاو راسهم في كمين ومختطفين من قبل مافيا اللي كتنشط في هاد المواضيع بالضبط اللي هي اختطاف المواطنين وكتطلب عليهم فدية، وهو الشيء اللي وقع لهاد المغاربة اللي اختطفتهم وطلبات فيهم فدية ديال 10 ديال المليون سنتيم باش انها تطلق السراح ديالهم. وكان السفير المغربي في بانكوك ربط اتصالات بنواب برلمانيين في تايلاند من اجل حث السلطات هناك على التدخل من اجل تحرير الرهائن فضلا عن بعض التحركات اللي قامت بها بعض المنظمات الاخرى من اجل انه يعني يتم تسخير ولا بعث قوى عسكريه من اجل شن حمله ضد هاد الاشخاص اللي هما عصابه ولا مافيا ديال الاختطاف. ووجه السفير ديال المملكه المغربيه في 17 ماي 2024 يعني تقريبا شهرين من الان كان وجه رساله الى المسؤولين في تايلاند داعيا اياهم باش انهم يساهموا من اجل اطلاق السراح ديال هاد الرهائن وفك الكربه ديالهم استجابه لنداءات الاسر المغربيه المكلومه اللي كانت خرجات وكانوا دائما في احتجاجات ودائما في وقفات من اجل يعني التدخل من اجل اطلاق سراح الابناء ديالهم اللي طاحوا في كمين ويعني ولاو في يد مافيا اللي كاينه في ميانمار. اذا كيف ما قلنا سبق لسبعه ديال الاشخاص اللي كانوا من ضمن هاد الاشخاص اللي تم اختطافهم سبق ليهم وتحروا من هاد المختطفين بعدما ادت العائلات ديالهم الفديات المطلوبه منهم لينضاف اليهم 12 يعني شخص اخر تم تحريرهم اليوم الجمعه، بينما لا يزال اثنان ضمن نطاق تحكم المختطفين على ان يعني الشبهات كتفيد بانهم بقاو طواعية للعمل مع المنظمة الإجرامية. اللي كاين هو أنه أمام هذا الوضع اللي كانوا فيه هاد الناس سبعة تقريبا ديال المختطفين دخلوا العائلات ديالهم ورضخوا يعني الطلبات ديال هاد المنظمة الإجرامية وقاموا بإرسال الفدية اللي هي عبارة عن 10 ديال المليون سنتيم، يعني تقريبا 70 مليون اللي خدات هاد المنظمة، 10 من عند كل واحد. وبالتالي كانت طلقات السراح ديالهم بعد ما خداو الفدية، وبالتالي بقاو تقريبا الاشخاص الاخرين اللي تم اليوم تحريرهم. تحرير يعني 12 واحد تم التحرير ديالها اليوم من قبل يعني الجيش، بينما بعض يعني الاخبار الرائجه كتقول بان جوج من هاد الناس، جوج يعني من هاد المختطفين ولا تقريبا ثلاثه من بين هاد المختطفين بقاو
مع هذه الشبكة الإجرامية من أجل أنهم يتطوعوا حتى هما في العمل مع هذه المنظمة الإجرامية، حسب يعني ما تم نشره في الصحف، اللي خاصة الجريدة ديال 24 اللي حتى هي خداتها من عند صحف أخرى. إذا قالوا بأنه بعض الأشخاص بقاو تقريبا شي 2 د الناس ما بغاوش يرجعوا، جا يعني الجيش وبغى يحررهم، لكن ما بغاوش يرجعوا، فضلوا على أنهم يبقاو كيشتغلوا مع هذه المنظمة الإجرامية اللي كتنشط في التجار في البشر وكتقوم بالاختطاف ديال الناس وكتطلب فدية من أجل أنها تغني الخزينة المالية ديالها وتزيد يعني في النشاطات الإجرامية ديالها ولا الأنشطة الإجرامية ديالها. إذا هنيئا لهاد الشباب اللي تم يعني تحريرهم اليوم 12 واحد. شكرا لجميع السلطات المغربية على التدخل ديالها وعلى يعني الاستجابة ديالها لنداء مجموعة من الأسر المكلومة في يعني فلاد الكبد ديالها، فلذات الكبد ديالهم. فشي ساهل أنه ناس تختطفوا تقريبا أكثر من 3 شهور هذه، ولا قرابة 3 شهور هما مختطفين من قبل عصابة اللي متمرسة واللي التخصص ديالها هو هذا، كتنشط على الحدود ديال ما بين ميانمار وتايلاند باش أنها تقوم باختطاف الناس وتطلب فيهم فدية. فهنيئا لهاد المغاربة بالرجوع ديالهم، ومزيدا من الحيطة والحذر سوا ليهم سوا للناس اللي كيفكروا مثل بحال هاد الأنواع ديال يعني العقود ديال العمل وغيرها. فرانتوما عارفين شنو كاين بالضبط. ما غاديش نلوموا هاد الناس هادو، وإنما نطلبوا لراسنا ونطلبوا ليهم ونطلبوا لجميع الناس الآخرين أنهم ياخذوا الحيطة والحذر باش ما يكونوش يطيحوا يعني في هاد الشيء اللي طاحوا فيه هاد المغاربة. فراه دازت عليهم بهذا المعنى هذا من عذاب ومن تعذيب ومن يعني تغرب. تخيل أنه تكون أنت مختطف، يعني حط راسك أنت في هذا الوضع، وتخيل على أنه خطفك واحد العصابة وكتطلب للوالدين ديالك فدية ديال 10 المليون. كاين اللي ما عندوش، كاين اللي كل وشنو ظروفه. فراه ماشي سهلة وماشي يعني بالأمر الهين، وإنما القضية صعيبة. والحمد لله على السلامة ديالهم. ومرة أخرى شكرا للسلطات ديال المغرب على التجاوب ديالها مع هاد النداءات ديال الأسر، وقامت يعني باللازم ودخلات وقاموا يعني باللازم، سواء هما سواء يعني السفارة ديال بانكوك. فشكرا لهم على هذا العمل الأكثر من رائع. فاليوم الحمد لله 12 مواطن مغربي كيعانقوا الحرية بعد يعني بعد ما ظلوا كرهائن في قبضة هاد المتمردين اللي اختطفوهم باش أنهم يحصلوا على الفدية. فهنيئا لهم، ومزيدا من الحيطة والحذر على السلامة ديالهم وعلى سلامة الأسر ديالهم. هادشي تقريبا اللي كاين في هذه القضية ديال ما بات يعرف باختطاف مغاربة في ميانمار. إذا هادشي اللي كاين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.